الاهلي بيدي الزمالك القضيه التانية، بس المره دي فين يا معلم؟ في صفقه مروان عطيه. بس تفتكر مرتضى منصور هيسكت؟ لا، طلع وقال لك هوقف اللاعب. لو عايز تعرف القصه كلها من طقطق للسلام عليكم تابعني لاخر الفيديو. بس قبل ما نعمل اي حاجه صلي كده على حبيبك النبي وزيد النبي صلاه، واهم حاجه تشترك في القناه لو ما اشتركتش وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش بقى احلى لايك كده علشان الفيديو ده يلف الدنيا، ودعم لاخوك علشان القناه دي مش هتستمر غير بيكم وليكم باذن الله. بسم الله. مروان عطيه اهلاوي يا معلم، وزي ما قلت لكم قبل كده وانا قاعد في المكان ده من شهر بالظبط قلت لك ان الاهلي هيجيب مروان عطيه، وقلنا كل مميزات اللاعب ده وتاثيره في نص الملعب. هكلمك بقى النهارده عن القصه اللي دايره لفه الدنيا دي كلها، ومرتضى منصور اللي طلع قال لك انا هوقف اللاعب والصفقه دي كانها لم تكن. طيب مروان عطيه يا معلم اجرى خلاص الكشف الطبي في النادي الاهلي وعدى منه بنجاح، وما فاضلش غير الصوره الجميله كده مع امير توفيق وتيك تاك تيك تاك دي اللي كلنا بنستناها، والاهلي ان شاء الله يعلن رسميا عن صفقه مروان عطيه علشان تبقى القضيه الثانيه اللي بيديها الاهلي للزمالك. بس خليني اقول لك بقى ايه القصه ورا الموضوع ده يا معلم. مروان عطيه بيقول ان هو ما وقعش خالص لنادي الزمالك زي ما مرتضى منصور طالع يقول الكلام ده. القصه ايه؟ السنه اللي فاتت او يعني من 6 شهور في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت الزمالك كان عايز فعلا مروان عطيه، ولكن اللاعب رغبته الاولى والاخيره هي النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي في الصيف اللي فات ما عرضش على نادي الاتحاد خالص ان هو يجيب مروان عطيه. مسؤولين الزمالك طلعوا وقالوا بص يا معلم احنا عايزينك معانا واحنا عايزينك تلعب للنادي والكلام ده. طب نمضي عقد؟ قال لهم لا انا مش همضي عقود. طب ايه، في ورقه رغبه كده تقدر تمضي عليها وما فيهاش مشكله بس عشان احنا نبقى مطمنين. وفعلا اللاعب وقع على ورقه رغبه مش عقد، ملهاش علاقه بالعقد خالص. ورقه الرغبه دي يبلوها كده ويشربوا ميتها لان هي مش يعني قانونا ملهاش اي 30 لازمه، واللي بيربط بين اللاعب والنادي هو العقد زي ما كلنا عارفين. طيب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ مرتضى منصور طالع يقول لك لا ده انا معايا عقد. مروان عطيه معاك ان مضيت ولا ما مضيتش؟ قال لك لا ما مضيتش. طب فين بقى المشكله؟ تعالى بقى اخدك ايه تبعيات الموضوع ده. اولا نفترض ان العقد اللي هيطلعه الزمالك، لان الاهلي خلاص هيعلن عن الصفقه، لو مرتضى منصور طلع قال نفس الكلام وقال يا جماعه لا ادي العقد اهو، لو مرتضى منصور طلع قال العقد اهو، حاجه من الاثنين، يا اما العقد ده يبقى فعلا مظبوط يا اما العقد ده يبقى مزور. طبعا لو العقد ده مزور زي الحوار بتاع جده اللي كلنا عارفينه القديم ده هيبقى مصيبه سودة والزمالك هياخد في وشه للصبح. طيب لو العقد ده طلع مظبوط، طيب ما هو العقد ده لو طلع مظبوط يا معلم دي مصيبه انيل بقى من المصيبه اللي قبلها. ليه بقى؟ لان لو العقد طلع مظبوط هيبقى الزمالك مضى لاعب وهو على ذمه نادي تاني ومش في اخر 6 شهور من عقده، لان لسه مروان عطيه عقده مع الاتحاد مطول، وبالتالي دي تبقى جريمه. لو الزمالك مضى مروان حمدي والعقد مروان عطيه والعقد كده طلع وقالوا فعلا ان العقد ده مظبوط، الزمالك هيبقى عمل جريمه. وتعالى اقول لك بقى ايه هي عواقب الجريمه المنيله بنيله دي. الجريمه دي عقوبتها ايه يا سيدي؟ اول حاجه العقد اللي بين الزمالك ومروان عطيه كانه لم يكن وهيعتبر لاغي لانه ملوش اي 30 لازمه. تاني حاجه هيتوقع غرامه على نادي الزمالك وعلى اللاعب. تالت حاجه هيتوقف اللاعب من 4 ل6 شهور. رابع حاجة الزمالك هيتوقف عن القيد فترتين أو 3 على حسب ماضيه، يعني على حسب الماضي بتاع الزمالك أو مشاكل نادي الزمالك مع الاتحاد هيتحدد هيتوقف فترتين ولا 3 فترات، وطبعا كلنا عارفين المشاكل يعني ممكن يتوقف العمر كله. وبعد يا سيدي انتهاء العقوبة دي بيحق للاعب ان هو يا اما يرجع لنادي الاتحاد او النادي اللي عايزه اللاعب من الاخر يعني. تفتكر بقى الاربع 5 عقوبات اللي انا قلت لك عليهم دول هيتنفذوا بالفعل كده هنا؟ انت عندك بقى مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده. المشكلة ايه؟ ان اطراف العملية دي كلها مصريين، يعني نادي الاتحاد، نادي الزمالك، النادي الاهلي ومروان عطية، الاطراف دي كلها مصرية، وبالتالي انت علشان لو عندك اي مشكلة هتلجأ لمين؟ للاتحاد المصري لكرة القدم. تفتكر بقى الاتحاد المصري لكرة القدم لو حصلت المشكلة دي هيطبق كل البنود دي؟ هسيب لكم انتوا الاجابه، فعلا الاتحاد المصري هيطبق الكلام ده ولا لا؟ اعتقد يعني انه هيطبق حاجه واحده بس، ايقاف اللاعب 6 شهور.
في الحالة دي هيرجع النادي الاهلي والاتحاد ومروان عطية هيلجأوا لمركز التسوية والتحكيم هنا في مصر ويعملوا مشكلة ويقدموا شكوى. بس الموضوع ده يا معلم هياخد له شهرين ولا حاجة. طيب مركز التحكيم ده طبعا هيحكم للنادي الاهلي لان هو صاحب العقد المظبوط، والزمالك كان هو اللي مضي الراجل في وقت مش وقته. طيب هو الزمالك هيسكت بقى بعد الحوار ده؟ لا يا معلم، ده هيطعن في الحكم ويقدم شكوى تاني تاخد لها كمان شهرين. الاهلي كده هيبقى عنده مشكلة. طب نعمل ايه يا جماعة؟ هيقوم ساعتها بقى الملف كده يطلع على الفيفا. بس اللي مرتضى منصور مش عارفه والزمالك مش عارفينه ان الملف ده بسلطاته كده ببابا غنوج، ولو طلع يا معلم على الفيفا ساعتها الحكم هيبقى للنادي الاهلي لان هو اللي عامل كل اجراءاته قانونية صحيحة، والزمالك ساعتها هيلبس في الحيط، هيتوقف على الاقل 3 فترات من القيد. ده غير طبعا كل المشاكل المنيله بنيله دي اللي هي عند الزمالك بقى ما بين بقى غرامات وشكاوى لعيبه ومش عارف ايه والحاجات دي، فهتبقى الدنيا اتطينت بنيله. دي يا معلم كل القصه كده من اولها لاخرها اللي هي ليها علاقه بمروان عطيه. وزي ما قلت لك اهلاوي يا معلم، وهنشوفه ان شاء الله بنسبه كبيره جدا في ماتش المصري اللي جاي، لان هو اخر ماتش لعبه مع الاتحاد كان امبارح قصاد المصري. سبحان الله لما هيلعب ان شاء الله مع الاهلي برضه هيلعب ضد المصري، بس المفروض بقى يعني المره دي تاخد بطرك يا عم مروان عشان المصري امبارح كسبوا الاتحاد 2-1. بس ان شاء الله الاهلي يكسب يوم الخميس اللي جاي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.